لقائي تيجدد بكم كل يوم اثنين في القصة الأسبوعية، ومرحبا بكم في قناتكم مع منو. قصة اليوم قصة بنت في مقتبل العمر سميتها جورية حكات لنا معاناتها مع صغر سنها. دازت معاناة صعيبة بزاف حتى أنها كانت تقدر تفقد حياتها. جورية تحكي لنا قصتها بعد الفاصل. السلام عليكم، أنا جورية، عندي 21 سنة. حبست القراية من كنت في الباك، كان عندي يلا 17 عام. مرات خالي عندها واحد خوها، شافني واحد النهار وعجبته وبغى يتزوج بيا. والديا قالوا لي انتي ما كتقراي ما كديري والو، تزوجي حسن ليك. المهم تزوجنا ودرنا العرس على قد الحال كما كاع الناس. ولكن من النهار الاول ديالي معاه وانا في المشاكل، نعاودها لكم بحال ما كتصدقش. النهار الاول من بعد العرس خدا ليا خواتمي، قلت مع راساتي راه يمكن مشى يبدلهم ليا. مشى هو وخوه الصغير عند مول الذهب، ومنين جا عندي خوه وقال لي واش خويا عطاك الفلوس، راه باع الخواتم. ما فهمتش انا كيفاش باع الخواتم بلا ما يقولها لي، بلا حتى حاجه. بقى فيا الحال كيفاش من نهار يبدا كيبيع ليا في حوايجي. انا ما كنتش من العاكسين، مشيت قلتها لبابا، قلت له راه رشيد خدا ليا ذهبي وباعوا ليا كامل. قال لي بابا ما تقلقيش وما تقولي ليه والو وما تجبديش الصداع، وانت يلا عروسه ويلا داخله عند ناسك، فسكتي بلا ما تجبدي الصداع والمشاكل من اول نهار جيتي. قال لي دابا نجي ونهضر معاه. وفعلا جا بابا عندنا للدار، ولكن ما هضرش معاه، ما قال له حتى حاجه، جا بارك ومشى في حالاته. المهم نقول لكم على راجلي راه سمسار ديال الطوموبيلات، وعنده الكاميوت الخضراء، وعنده حانوت في المارشي ديال الدجاج، يعني راه لاباس عليه وما محتاج. المهم في هاد الخصله ما عجبتنيش فيه بزاف، شويه بشويه كياخذ لي حوايجي ويبيعهم. خدا لي التليفون باعو. منين سولته قلت له علاش كتبيع لي التليفون ديالي باش غنهضر مع الدار، قال لي حنا ما عندناش المراه اللي كدير التليفون. هما فعلا بحال اسره محافظه شويه، ولكن اختو راه عندها التليفون، مو عندها التليفون. ما فهمتش انا علاش انا الوحيده اللي غيحيد ليا التليفون. حتى من اختو اللي هي مرات خالي عندها جوج نتاع التليفونات. ما فهمتش انا تليفون واحد حيدوا ليا. المهم كنعاود هادشي لماما، قالت لي ماما راه غير صبري، راكي باقا صغيره، راه كيخاف عليك، هادشي كله راه حتى يبغيك. المهم واحد النهار دق عليا خوه في الشامبر، كان كيقلب على واحد لاباغاي. جا عندي راجلي شافو خارج من الشامبر وقال لي شنو كنتي كديري مع خويا في الشامبر. يمكن انا درت غلط حيت خليته يدخل يقلب في حوايج راجلي. انا ما فهماش، باقا صغيره وعايشه غير مع ماما وخوتي الصغار وبابا، يعني ما عندناش هاد الحزازات في الدار. المهم داز هذاك النهار. المهم هو راجل مشكاك من النهار الاول وانا معيشني في الشك والحقره والدل. المهم واحد النهار راجلي دار واحد الكارثه كبيره بزاف اللي انا ما تخيلتهاش. مشى هو وولد عمو، مشاو سرقوا جارهم، سرقوا له 2 مليون السنتيم والذهب. جا عندي للدار وهو خايف، قلت له مالك شفتو صفر، اشنو طراليك؟ قال لي جميع حوايجك غنديك لداركم دابا. قلت ليه ايه علاش لا؟ قال لي خدي معك هاد الذهب. قلت له هاد الذهب ديال منين جبتيه؟ هو يعاود ليا. المهم انا جاتني من الجنه والناس، قلت الحمد لله اللي ربي غيفكني وغنمشي لدارنا وما عمري نعاود نرجع عنده. خرجنا، مشى شرا ليا التليفون وداني للدار. المهم منين وصلت لدارنا قال لي شوفي هاد الذهب بانه هو اللي باغي يتصرف فيه وصافي ما بقاش غيخليه ليا. قال لي خليه في دارنا، قال لي خليك في داركم تنعيط لك. خدا الذهب ومشى رجع في حالاته لدارهم. دازت الايام وما بقيت سمعت عليه والو، وحتى انا ما عيطتش ليه لانه هذاك الشيء اللي كنت باغا. واحد النهار اكتشفت باني حامله. المهم واحد النهار هو يعيط ليا وقال لي رجعي للدار. قلت له انا ما بقيتش باغا نرجع، صافي فرقني عليك. قال لي غير رجعي وراه ما غيخصك معايا حتى خير. ما بغيتش نرجع، ليه نهائيا. عيا ما يطلب ويزاوق
ما بغيتش نرجع ليه. واحد النهار كنت بوحدي في دار والديا، دق الباب، حليت لقيته هو شاد سيف في يديه وقرعه ديال الماء القاطع. قال لي اليوم نخسر لك وجهك، اليوم الا خليتها فيك انا ماشي راجل. المهم فشلو رجليا، قال لي عييت فيك ترجعي وما بغيتيش ترجعي، دابا غنصفي حسابي معاك. مت في حوايجي رجليا ما بقيتش قاده نوقف عليهم، قلت ليه صافي غنرجع معاك. صبر نجمع حوايجي، دخلته للصاله يجلس، تعكل تحت القرعه تاع ماء القاطع من يديه، تحلات شويه قاصتني في رجليا. ديك الساعه الرجل تنفخات وبداو رجليا كيتنملوا. اختي الصغيره كانت في واحد البيت مخبيه، عيطات لجارتنا في التليفون، قالت ليها راه راجل جوريه راه عندنا في الدار وهذا السيف تيهددها. مشات جارتي عند الجيران، دقات عليهم كاملين، خرجوا جاو عندنا كاملين. منين هو بدا كيسمع الحس قال لي دابا انا غنمشي، وقبل ما نمشي هاكي هاد البركه، طيحني ولاح عليا القرعه ديال الماء القاطع. جاب الله خبيت وجهي بيديا، دخلوا الجيران بالزربه كبوا عليا الماء، عيطوا للبومبيه، داوني للسبيطار. عانيت في السبيطار بسبب الحروق وهو هرب ما قدوش يشدوه. هرب، خلى السيف ديالو، خلى القرعه الماء القاطع مخويه فوق الدار. جات الشرطه العلميه، خداو البصمات، خداو القرعه نتاع الماء القاطع، ومن بعد شهرين شدوه البوليس وحكموا عليه بمحاوله القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. حكموا عليه ب10 سنين الحبس و2 مليون تعويض. مهم هذه هي حكايتي. لحد الان مازال كنتعالج نفسيا وعصبيا وجسديا. التجميل خصو بزاف الفلوس، وداك التعويض اللي خرجت لي المحكمه ما غيقدنيش. قصتي وتجربتي تجربه صعيبه ما نتمنى حتى البنت تعيشها. كانت هذه قصه جوريه. شحال من مرة كانت ضحيه راجل مستهتر، وشحال من راجل ضحيه مرة مستهتره. غنخلي لكم في صندوق الوصف ارقام جمعيات للدفاع عن المراه، واي مراه كتسمعنا تنقول لها ما تخلي حتى واحد يهينك، ربي خلقك وكرمك ووضع الجنه تحت رجليك. عرفي فين كتحطي راسك، قراي وخدمي وسافري، عاد زوجي، الزواج ما غيطيرش. كانت معكم وراء الميكروفون منو.